النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش بالقشطة أو الجلاش بالمهلبية بطريقة سهلة. هنحط كل الطبقات مرة واحدة، مش هنقعد بقى نورق طبقة طبقة ولا حاجة، وهيطلع معانا مورق ومقرمش من بره وطري من جوه. هنحط مكون صغير جدا هيفرق معانا أوي في الطعم. نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا نص كوباية سمنة سايحة، وجبت الصينية واحط فيها حوالي معلقتين كده حلوين من السمنة، وهدهن بيها الصينية ونركز قوي على الجوانب. ندهن الجوانب كويس قوي بالسمنة عشان نثبت عليها الجلاش. معايا نص كيلو من الجلاش مطلعاه من الفريزر وبسيبه يفك تماما، وبعدين بلفه في فوطه كده علشان ما ينشفش. خلاص هاخد بقى نص كمية الجلاش، نص الكمية كده هاخدها على بعضها اهي، وده النص التاني هركنه دلوقتي. حطيت نص الكمية كده زي ما انت شايفاها من غير بدهن بقى طبقات ولا اي حاجة. واخد كده من الجلاش ارفعه كده حوالي 1 سنتي كده ولا حاجة. هي الصينية ديت حرفها مش عالي، هرفع كده بس حاجة بسيطة كده واثبت عليها الجلاش. والنص التاني لفيته في الفوطة علشان يدنه طري معايا. هجيب بقى شوية سمنة كده حوالي معلقتين، وادهن بيهم النص الاولاني اللي احنا حاطينه ده، ونحط شوية كده على الحروف عشان تدنها طرية معايا. الحرف الجلاش كده نحط عليه سمنة علشان يدنه طري ما ينشفش. وشوية سمنة صغيرين خالص كده على الصينية. جبت بقى حلة حطيت فيها كيلو لبن، هحط فيها معلقتين كاستر، معلقتين كبار، بيفرق أوي في الطعم، يديلها طعم حلو جدا. وهحط معلقتين كبار من نشا الذرة، معلقتين كبار. وهحط 3 معالق كبار من السكر. والسكر بقى زي ما احنا عاوزين، ممكن تزودي وممكن تستغنوا عنه خالص، ونستكفى بالشربات اللي هنحطه. هجيب بقى المضرب وهقلبهم كويس أوي لحد ما السكر يدوب وكل المكونات كده تختلط مع بعضها وتدوب تماما. هقلبهم الأول كده على البارد بالشكل ده كده، نقلبهم كويس كده قبل ما نحطهم على البوتاجاز. واحطهم بقى على البوتاجاز ما بياخدش حوالي 10 دقايق، بكون مهديه عليه النار، يعني مش مهديها قوي، تكون درجة حرارة تكون متوسطة كده، مش عايزاها تكون عالية قوي عشان ما يلسعش، ومش عايزاها تكون هادية علشان ما ياخدش وقت. وبعدين هقلبهم كده زي ما انت شايفاهم لحد ايه ما الخليط، شايفين خليط كريمي معايا مش مكلكع ولا اي حاجة. خلاص طفيت عليه البوتاجاز، واحطه بقى ايه على الرخامة كده، واحط عليه معلقة كبيرة من الزبدة. ممكن نحط معلقة قشطة او وش اللبن لو متوفرين، مش متوفرين خلاص. هقلبهم بقى كويس قوي كده. بعمل ايه دلوقتي؟ انا بسيح الزبدة، وكمان بخلي الخليط يهدى معايا شوية، مش عايزة احطه على الجلاش وهو يكون حامي قوي. بقلب كده عشان اهديه شوية واطلع منه الحرارة، حوالي 5 دقايق كده ولا حاجة. اهو بالشكل ده كده، مش هسيبه يبرد خالص عشان ما يتقلش. وبعدين هحطه على الجلاش بالشكل ده كده. شايفين قوامه كريمي وحلو جدا. معلقتين الكاسترد بتفرق قوي في الطعم. شايفين اول ما الخليط بينزل بيبقى ثابت على الجلاش، وطبعا كمان لما بيبرد بيتقل اكتر. هوزع بقى كده في الصينية في الجوانب بالشكل ده كده. لو انت اول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك للفيديو. خلاص كده سويتها في الصينية كويس قوي اهو بالشكل ده كده. نسوي الخليط كويس قوي كده في الصينية، ما يكونش جنب عالي ويكون جنب واطي. وبعدين بقى الحروف اللي كنا عاملينها على حرف الصينية هنزلها على الخليط بالشكل ده كده عشان الحشوة ما تخرجش. شايفين الطريقة سهلة ازاي؟ وما بياخدش معانا اكتر من ربع ساعة، يعني ربع ساعة كده هتكون مخلصة الصينية دي بطريقة سهلة، والنتيجة ما شاء الله حلوة جدا. هجيب بقى نص الكمية من الجلاش اللي كنا راكنينه، هحطه على الصينية بالشكل ده كده، هحطه من فوق كده على المهلبية اللي احنا عاملينها. واحاول بقى اظبط الورق كده على الصينية اهو.
بيكون بشكل متساوي كده. بحط ورقة ورقة كده واظبطها تكون متساوية في الصينية كلها، وبالسكينة بقى وبالمعلقة هنزل كل الزوايد المرفوعة ديت اهي، بنزلها لتحت كده. دي بقى الطريقة دي استحالة الحشوة تخرج منك. لو مش هتعملي حروف هتسيبي الحشوة بين الحشوة وبين الجلاش او بين الصينية مسافة كده 1 سنتي علشان الحشوة ما تخرجش. بس لو عملتي زي ما انا عملت كده ورفعتي الجلاش على حروف الصينية الحشوة استحالة تخرج منك. واقطعها بقى مربعات، قطعي بقى التقطيعة اللي انت عايزاها، وناخد بالنا نقطع كده بالراحة. هي التقطيعة بصراحة ما ظبطتش معايا قوي، يعني جوهم مربعين كبار ومربعين التانيين صغيرين. بالراحة كده واحنا بنقطع. وبعدين هجيب بقيت نص كوباية السمنة اللي معايا هحطها على الجلاش من على الوش كده عشان ينزل بين الفواصل كده والجلاش يورق معانا من الجوانب ومن كل الصينية كده اهو. شايفين الطريقة سهلة ازاي؟ وبعدين بقى هنسويها، بدخلها الفرن يكون ساخن مسبقا من قبلها ب5 دقايق ولا حاجة، واحطه في الرف اللي في النص على درجة حرارة تكون متوسطة. خلاص. وبعدين اول ما الصينية بتطلع من الفرن بنزل عليها بالشربات، والشربات عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية. بحط الشربات على البوتاجاز اول دقيقتين كده لحد ما السكر يدوب معايا، بحط عصير ليمونة كاملة، وبعدين بسيبه حوالي 10 دقايق كمان كده ولا حاجة، وبنقله في طبق تاني علشان يبرد. عايزين الشربات تقيل وبارد، يعني الشربات بيبقى اخف سنة بسيطة كده عن العسل النحل. وبعيد تاني بالسكينة كده على الفواصل. تعالوا بقى نشوفها مع بعض كده. اهم حاجة خدي بالك بعد ما تسقيم الشربات سيبيه حوالي نص ساعة كده ولا حاجة علشان يتشرب. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ مقرمشة من بره وطرية من جوه، والحشوة بقى ريحتها وطعمها بجد تحفة، طعمها حلو جدا. والمهلبية وهي بتبقى طرية بيبقى اصلا طعمها حلو قوي فظيعة، بيبقى طعمها كده قشطة. لو انت بقى مبتدئة وعمرك ما عملتيها جربي تعمليها بالطريقة ديت، هتنجح معاكي من اول مرة بنسبة 100%. ان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان اللي حابب يعمل الطريقة. هوريكي كمان قطعة اهيت عشان تشوفي ان القطع كلها زي بعضها، بجد ما شاء الله حلوة قوي. واسهل حاجة انما ما خدتش منا وقت، والنتيجة ما شاء الله تحفة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم في رعاية الله.